كثير من الناس معاناته نابعة من داخله، وأكثر معاناة الناس من الناس، أكثر معاناة. أشوف أدخل استشارات ما في أحد يقولك والله أنا عندي مشكلة مع سيارتي، أنا عندي مشكلة، لا عندي مشكلة مع مديري، عندي مشكلة مع زوجتي، عندي مشكلة مع زوجي، عندي مشكلة مع صديقي، عندي مشكلة مع فلان 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 فلان. طيب أنت كيف ترسم حدود وتضع سياج وتحافظ على حقوقك دون أن يكون في تعدي ولا ظلم ولا وقاحة مع الآخر، ودون أن تسكت فتزداد جراحك ويطأك الناس وتتألم وتنزف بحجة حسن الخلق، بحجة بسامحة. طيب هب أني أنا سامحتك أستاذ رايد، يعني حاشاك يعني آذيتني في اللقاء، من باب الأدب سكت 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 سكت. طيب أنا الهدف من السكوت ما هو؟ الحفاظ على العلاقة، صح؟ نعم. طيب إذا دقيت علي مرة ثانية سأستقبلك؟ حسب شخصيتك. لا، لن أستقبلك، لأن الإنسان لا يحب مصدر ألمه، وأنت كنت لي في المرة الماضية مصدر ألم، فأنا المرة الثانية سأتحاشاك، ويعني سأوجد آلاف الأعذار لكي لا أتمم اللقاء بك. طيب السؤال، هل أنا حافظت على العلاقة إذن؟ لا. إذن ثمة فرق بين الحفاظ على العلاقة بشكل مؤقت والحفاظ على العلاقة بشكل دائم. أن تكون شخصية قوية معناها أن تديم علاقاتك مع من يستحق. أن تكون شخصية ضعيفة أن تقطع علاقاتك الحية وتأخذ علاقات معلبة وقتية سرعان ما تنتهي. أني لا أتصور إنسان يؤمن بالله يعني بالثقة بالنفس الاعتماد عليها بلا حول الله ولا قوة، يعني الاعتماد الكلي. لا. فالشيخ يقول لا، يعني إذا قلنا الثقة بالنفس دون تضخيم لهذه النفس، وإنما نربطها بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى ومشيئته وعونه سبحانه وتعالى. إذن هذا القيد هو الضابط. لما نجي إحنا لكلمة النفس في الثقافة الإسلامية، لا، النفس عندنا أمارة بالسوء ومذمومة في جوانبها، وبالتالي الاعتماد عليها هو اعتماد على خلينا نقول شيء هش وشيء قد يكون مضلل. لكن الذات في مفهوم علم النفس، الذات هي أكثر من النفس، والنفس جزء من الذات، إذ أن الذات ذات الإنسان هو علمه وقدرته وخبراته وتربيته ومهاراته ونفسه وقلبه وروحه وعقله، كلها مجتمعة. فإذا جاءت مجتمعة كملت